ايه اكبر مشكلة في حياتك بتواجهيها؟ تعرفي تقولي فلرتاية بلغة القطط؟ عايز يقول لها مثلا بحبك. طب انت كده قلتيها بالصوت الصيفي، احنا عايزين نسمعها بالصوت الشتوي. شكلك حلو قوي النهارده. بس هنشوف لك قط. انا اصلا مواليد 1/12. بابا كان نفسه يكتبني على السنه الجديده 1/1. بص، هو انا يعني ميكس كده ما بين برجين، العقرب والقوس، فانا مش عارفه حاجه، فانا ممكن ابقى عقرب وعقرب. وطبعا لما راح قالوا لي ما ينفعش يعني تصغرها، ممكن تكبرها. 1/12 بابا كتبني في شهاده الميلاد 2011. حاسين ان بقول حاجه مثلا ايه يا جماعه، بابا كان عاوز يكتبني 1/1. هو هم هناك وهو بيكتب قالوا لي مش هينفع. اكتشفت في الاخر ان هم بياخدوا الابراج على اليوم الحقيقي اللي انا اتولدت فيه. انا بجد عشت طول حياتي ان انا برج العقرب. الحب اللي هم بيقولوا يعني انا بحب صاحبتي وهي بتاذيني هفضل احبها. بجد ثانية واحدة والله دخت بجد طب بصي علي بس. انا حاسه ان انا دخت، مش عارفه ليه. بجد حاسه ان انا والله بجد دخت. نكمل الموضوع عشان ايه الموضوع يبقى ضحك جدا، بس ماشي. ما احنا الدنيا فيها الحلو والوحش. لا انا مش بعمل، مش قصدي زيها. كنت انا بنورك. بص يا عم انت جيت لي منين؟ طيب خلاص انا هقول لك بقى فزورة. دلوقتي انت في بيت ومعاكي واحد اخرس، واحد ما بيشوفش، واحد ما بيمشيش قوي. بقول لك يا استنى هقول لك انا بجد هستعمل ذكاء شويه. مثلا يعني لو هما انا هبقى موجوده ولا مش هبقى موجوده؟ ما انا ما كملش الفزورة. هو ثانيه. اللي بيسمع هيروح يقول للي هو ما بيشوفش، اللي ما بيشوفش هيروح يقول للي استنى بس. اللي بيسمع هيروح يقول اللي بيشوف، اللي ما بيشوفش، واللي بيشوف ما بيشوفش كده اكيد حافظ بيته هيروح يفتحه. انا موجوده طيب في الموضوع ولا مش موجوده؟ يعني معاهم في الشقه مثلا انا ممكن افتح عادي. ما انا هقول لك كلام منطقي جدا. دلوقتي احنا 3، واحد بيسمع ماشي، فاللي بيسمع هيروح يقول لي ما بيسمعش. انا بجد الاجابه دي بجد يعني ما سمعتش اهبد من كده. ليه اهبد؟ ليه من اهبد؟ ما هو يعني احنا 3 دلوقتي ماشي، وكل واحد ناقصه حاجه، فاللي ناقصه حاجه يروح يقول للتاني. نرجع بقى للفيديو. انا قلت من شويه ان ممكن يروح يفتح عشان هو حتى لو مش بيشوف هيبقى حافظ شقته، عارف الباب فين عادي. دماغي لا. خلاص كان نفسي اجيب ايفون. طبعا اهلي مش معاهم فلوس خالص ان هم يجيبوا لي ايفون. حالتنا الماديه يعني يا دوبك. يعني بجد احنا ساعات اصلا ما بناكلش، يعني عارفين حتى اللبس ده شحتين. يا ابن الكلب انت جزمه. فعاوزه اقول لكم ان انا يعني ما يغركوش شكلي بجد. الناس يعني ما تغركوش المظاهر، لان انا طبعا ايه كل المظاهر دي انا سارقاها اصلا. حالتنا الماديه يعني يا دوبك. يعني بجد احنا ساعات اصلا ما بناكلش، يعني عارفين حتى اللبس ده شحتين. بس دي اكبر مشكله في حياتي. حياتك صعبه قوي. ربنا يستر. جابت فوازير من على النت يعني قلت اعمل سيرش الحق نفسي. يعني ما هو الشيء الذي يؤخذ منك قبل ما اعطيه لك. يعني واحده بس عشان افهم الفزوره. الشيء اللي احنا يعني الحاجه اللي احنا مثلا بنديها لك يعني بتتاخد منك قبل ما نديها لك. طيب هحاول. خسرت. اوكي، صوره حاجه باخدها منك وبعد كده بديها لك صوره. طب ما صح. انا بحس كده ليه بقى؟ اقول لكم ليه. عشان انا اصلا الولد تعب وبينام وانا صراحه تعبت. بس عادي هنكمل الموضوع. معلش يا ابني، معلش حقك عليا. اصلا الفيديوهات دي بتتعمل ليه؟ عشان نضحك الناس ونخلي عندهم تفاؤل ان الحياه اذا في اللذيذ. طب كملي. طيب حوار يعني انت كده مش حاله نفسيه؟ لا خالص، بالعكس. يعني انا على فكره ساعات بقول مثلا ممكن تلاقي واحد كويس ممكن تلاقي واحد وحش عادي. برضه على فكره ممكن ارفع قضيه على اي حد هيضحك ولا الاقي ولا ثانيه كده. هات موبايلي ثانيه. انت عارف رمضان اكتر فتره ممكن تلاقي شريكه حياتك. اشمعنى؟ عشان في رمضان اصلا البنات بتنزل من غير ميك اب. شفت الحزينه اللي قاعده هناك دي مش حاطه ميك اب اصلا. البنات بجد بتنزل من غير ميك اب في رمضان. بنشوفهم في الشارع دول ايه؟
والله معلش يا ابني انا جايباكم هنا عشان اضحككم. ايوه موافق ان اللقاء ده ينزل؟ قلت بقى اللقاء ده لو نزل ما ينفعش يتنزل. خلاص يا جماعه نعرضه مش مهم. يلا كله رايح. عارفه اللقاء ده لو نزل مش هيتشال، ولو اتعمل مونتاج مستحيل يتشال، ولو راح للمونتاج مستحيل ما نزلوش. الصور اللي هتتقال في كل فيديو خلاص عرفت. انت حوار والله.